السلام عليكم حبوباتي، ان شاء الله تكونوا ملاح واخيرا وعلى بالي الفيديو كل تستناو فيه. عندي مده طويله ما بنتش، راه كتلني تفنيين مع الوحم والكرش وولاده، وكل ما ننوي نهبط لكم فيديو ما تكتبش. هذه تجربتي في ولادتي الاولى، ان شاء الله يكون فيها الخير عليكم، وكل واحده متمنيه ربي يرزقها بالولاد ويعمر حجرها. ما تفقدوش الامل مهما طال الوقت، لانه الله هو الرزاق. تجربتي الأولى كانت صعيبة، كانت بروغرامي ولادة طبيعية، لكن الآخر دقيقة ولدت سيزاريان، والحمد لله يا ربي فاتت على خير، وكانت فرحتي ما تتوصفش، وكلش بيد ربي سبحانه. وربي إن شاء الله هو اللي يسخر لك الناس الملاح والطب الملاح اللي يعاونوك. حبوباتي كما راكم تشوفوا، هادو مع بعض من الحوايج دي وجدناهم للبيبي، يعني ما صورتش كلش، المهم يعني بهتدوا فكرة. فترة الحمل كانت شوية صعيبة، جاتني في بريود مع الوحم، جاني في رمضان، مع جاني الصيف في وجهي مع السخانة، راكم تعرفوا. والحمد لله يا ربي، يعني كما يقولوا حاجة ما تجي بالساهل، وماشي جنة تحت أقدام الأمهات هكاك بالساهل. وفات كلش على خير الحمد لله. الحمد لله طلع لي صح المورال بعد ما ولدت وروحت لداري. تم تفهمي صح وش معناتها عيادة المريض، وش معناتها الرسول عليه الصلاة والسلام كي وصانا به نزوروا المريض. تم حاجة صغيرة تبان لك كبيرة، هديك اللحظة تنمو الإنسان ضعيف. يعني صح زيارة المريض تعرفي قيمة حوايج بزاف كنتي تسمعيهم، ميكي تتحطي فيها يعني فريمون تفهمي بوكو تشوز. حبوباتي هنا كما راكم تشوفوا، هذا الجاتو اللي وجدته، يعني مش انا اللي وجدته بينسير، ماما ربي يحفظها وخاوتي البنات ربي يحفظهم لي ان شاء الله. يعني جاني كلش كما راكم تشوفوا واجد، وربي يخليهم لي ان شاء الله، وربي يحفظ كل واحد فرح معايا، سواء في اي حاجة كبيرة ولا صغيرة، حتى بكلمة كانت تفرحني. ومن هذا المنبر نوجه لهم تحية خاصة لماما وخاوتي ولعزوزتي تاني ما ننساهاش، وقفت معايا تاع الصح، يعني لقيتها في اي حاجة، ربي يحفظها ان شاء الله. حبوباتي ما نقدرش نحكي على كل التفاصيل، واي وحدة عندها سؤال يعني تقدر تخليهولي في التعليقات، وراح نجاوبكم في التعليقات واحدة واحدة ان شاء الله. نشكر كل واحدة بعثت لي في الخاص وسقست عليا، وكان ياسر اللي طلبوا مني اني نحط لهم وش وجدت لمفاسي، يعني ما كتبتش باش نهبط كل يوم ونقول اليوم غدوة اليوم غدوة كما تعرفوا، ما قعدتش وزيد ما صورتش يعني كلش، يعني جيست حكمت هكا على قطعات برك. وان شاء الله مع الوقت نرجع احسن من كنت قبل يا ربي. راني تفنينت واحد تفنين والله، انا حيرة في روحي كيفاه زد درك مع التربية ومع الجود، راكم تعرفوا معذور الله غالب. ان شاء الله كنت خفيف ظريف عليكم حبوباتي، ما تنسوش تخلوا لي لايك وتخلوا لي تعليقاتكم هذيك اللي نحب نقراها، وفي الملتقى ان شاء الله نخليكم على فيديو. باي باي.